قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فاتته ركعتا الفجر فقضاهما بعد أن طلعت الشمس. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر فاته ركعتا الفجر فصلى الصبح ثم قضى ركعتي الفجر بعد أن طلعت الشمس. وهذا إنما ساقه الإمام مالك رحمه الله هنا ليبين به مذهبه، وهو أنه من فاتته ركعتا الفجر فإنه يقضيهما بعد أن تطلع الشمس، ووقت قضائهما عنده ما بين طلوع الشمس إلى صلاة الظهر، وهو مذهب أكثر الفقهاء. ولماذا صلى ابن عمر رضي الله عنهما ركعتي الفجر بعد أن طلعت الشمس؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عن الصلاة قبل أن تطلع الشمس. فقد روى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وهذا صريح في هذا الذي ذهب إليه مالك رحمه الله. والدليل أيضا على هذا ما رواه الترمذي وابن خزيمة وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته ركعتا الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. هذا صريح أيضا. لكن الشافعي رحمه الله أجاز لمن فاتته ركعة الفجر أن يصليهما بعد أن يسلم من صلاة الصبح، وأبى ذلك مالك وأكثر الفقهاء. يعني إذا سلم من صلاة الصبح مع الإمام وكانت ركعة الفجر قد فاتته، قال الشافعي يجوز أن يقوم فيصلي الفجر حينئذ. وقلنا إن مالكا يرى وأكثر الفقهاء إن مالكا وأكثر الفقهاء يرون أنه لا يصلي حتى تطلع الشمس. الشافعي رحمه الله استدل بحديث يروي أبو داود عن قيس بن عمرو رضي الله عنه أن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الصبح ركعتان. فقال له الرجل: يا رسول الله، إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي وقال الشافعية عموما: فسكوت رسول الله صلى الله عليه وسلم إقرار لفعل ذلك الرجل. واستدلوا أيضا بما رواه ابن حبان عن قيس بن قهد رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ولم يكن ركع ركعتي الفجر. قال: فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم معه، ثم قام فركع ركعتين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ولم ينكر عليه ذلك. قالوا: وهذا أيضا صريح في الجواز، إلا أنه هذا المذهب قوي لا شك فيه، يدل على قوته ورود نصين خاصين بالمسألة التي نحن نتكلم عنها. فمن فعل فلا حرج عليه، ومن خرج من الخلاف وصلى بعد أن تطلع الشمس فهو محسن، فهو ليس بمسيء في قول أحد، وهذا هين. يعني نحن دائما نندب الناس إلى أن يخرجوا من خلاف الفقهاء، ولا سيما حين يتيسر الخروج عليهم. يعني سيان عندك أتقضيه الآن أم تقضيه بعد طلوع الشمس؟ فإذا قضيته الآن أنكر عليك الجمهور، وإذا قضيته بعد طلوع الشمس لم ينكر عليك أحد، فلا أن تصلي صلاة ولا ينكر عليك فيها أحد أولى من أن تتعرض لإنكار أهل العلم وهم الجمهور.
والله سبحانه أعلم. وكما حدثتكم أنا غير مرة أن البيت الواحد ربما وضع القبيلة كلها، وربما سما بها على المعالي. بيت واحد من الشعر. كانت قبيلة بني أنف الناقة، سميتهم بنو أنف الناقة. لماذا؟ لأن هذا الأب الذي تفرعوا منه كان له إخوة فاقتسموا ناقة، هذا أخذ كتفا وهذا أخذ فخذا وهذا أخذ سنما، فأتاه في الأخير فلم يبق له إلا أنفها، فذهب به فقيل أنف الناقة.